انت عارف انك ممكن تخرب حياتك بنفسك بكلمة واحدة بس، او تدمر احلامك، او ان انت تبقى زي السوسة كده. عارفين لما الضرس بيسوس بيبدأ بسوسة؟ في كلمة ممكن تقولها لنفسك، كلمة واحدة بس تبقى عاملة زي السوسة اللي تدخل وتبوظ كل حاجة. يعني السوسة بتدخل بتبوظ الضرس حبة بحبة بحبة لحد ما ينهار. الكلمة دي بالظبط عاملة زي السوسة اللي بتبوظ الضرس. ايه هي الكلمة دي؟ خليني اقولها لكم من خلال قصة الاول ليها علاقة بيا انا من حوالي من سنين طويلة، حوالي 10 سنين او اكتر. انا اتخرجت من الجامعة. اول لما اتخرجت من الجامعة انا ما اشتغلتش اول لما اتخرجت، وبعدين بعد فترة لقيت نفسي ان انا عايزة اشتغل، بس مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اروح منين اشتغل. طب ايه اللي هينفع دلوقتي؟ فبدأت ان انا اتفرج على فيديوز واعمل واشوف حاجات واقرا كتب وكده. في الفيديو من الفيديوز دول الكلمة خبطت فيا جدا ووجعتني قوي. والكلمة دي كانت ايه؟ في واحدة من الناس اللي انا كنت متابعاهم قالت ايه؟ قالت طالما انتي خلاص اتخرجتي وقعدتي في البيت كذا سنة، يبقى انتي خلاص ما تلزمنيش، خليكي مكملة قاعدة على الكنبة، وانا مش عايزاكي، وانا هشغل حد تاني لسه متخرج جديد، اشغل حد تاني لسه عنده طموح، اشغل حد لو في نفس سنك، يبقى حد عنده خبرة، حد عنده اشتغل وجرب وعمل. فساعتها هي قفلت قدامي كل حاجة ممكن تكون تتعمل. ولكن أنا الحمد لله ربنا ألهمني الحمد لله ساعتها إن أنا عملت لها أنفولو على طول. دي أول حاجة. تاني حاجة قلت لنفسي لا، هو ومين قال خليني في الوقت اللي أنا فيه دلوقتي، خليني ماشية واحدة واحدة. هنا كانت المشكلة في ايه؟ كانت المشكلة ان هي اللي قالت الكلمة دي. في حد تاني ممكن يتفرج عليها غيري. الحمد لله ان انا ما سمعتش كلامها ساعتها ويئست وما كملتش، لاني ما كنتش هوصل لان انا مش بس اغير نفسي، اغير كمان ناس كتير حواليا وافيد ناس كتير حواليا واكتب كمان 3 كتب، وكمان في الكتاب الرابع دلوقتي. فاللي هو انا لو كنت سمعت كلامها كنت هبقى رحت فين؟ كنت أنا مش متخيلة كانت ممكن حياتي تبقى عاملة ازاي دلوقتي لو كنت سمعت كلامها. ولكن بقى الكلمة اللي ممكن تخرب حياتنا ايه هي؟ اللي انا عايزة اقولها لكم من القصة دي، قصة انه خلاص الموضوع خلص، خلاص الموضوع انتهى. هنا كانت هي اللي قايلاها، فهي كانت خارجية، ممكن حد يتأثر بيها، ممكن حد تاني يكون سمع الفيديو ده وتكون خربت له حياته بسبب كلمتها دي، وممكن انا تكون بس وجعتني وألمتني نفسيا، ولكن انا تحديتها والحمد لله تخطيتها وعملت حاجات كتير جدا بعد الفيديو بتاعها ده. فعشان كده المشكلة بقى هنا ايه؟ المشكلة ان هي لما الكلمة تكون داخلية، لما انا اللي اروح اقول لنفسي الكلمة دي، هنا بقى بقيت انا المؤذي لنفسي بقيت. وبعدين الكلمة لما بتبقى خارجية بيبقى اثرها مش بيوجع وبيأذي زي ما تكون داخلية. في كومنت جالي الاسبوع اللي فات، والحقيقة هو ده السبب ان انا عملت الفيديو ده. الكومنت كانت بتقولي ايه؟ انا كنت بسأل ايه بتقول لنفسك ايه وقت المحن، او ايه هي لا مش بتقول لنفسك ايه وقت المحن، كان السؤال ايه هي اكتر كلمة قلتها لنفسك ضايقتك في سنة 2024. فهي قالت لي من الجمل خلاص العمر عدى وال10 سنين عدوا خلاص، وانا مش هقدر اعمل حاجة تاني. فكرتني بقى بالفيديو اللي انا كنت شفته ده، وفكرتني بموقف تاني حصل معايا سبحان الله من 3 اسابيع مع حد احكي لكم قصته دلوقتي. ان هو قد ايه بتكون انت سبب وجع نفسك، وانت سبب عدم تحقيق احلامك لما بس تقول لنفسك الكلمة دي، كلمة خلاص انا مش هقدر، خلاص انا مش هعرف، خلاص راحت عليا، خلاص مش هينفع اعمل ده دلوقتي. يعني عايزة اقول لكم حاجة، مثلا حتى لو حد بيتفرج على الفيديو عنده فوق ال50 سنة، انا بابايا كان عنده 52 سنة وقرر ان هو يبدأ يحفظ القرآن الكريم وهو عنده 52 سنة. فمش بالعمر، مهما كان عمرك ايه. طب تخيل لو حد عنده مثلا 60 سنة وقال لنفسه خلاص انا مش هلحق اعمل ايه، خلاص انا بقى عندي 60 سنة. طيب افرض هو عايش، طبعا الاعمار بيد الله، بس افرض هو عايش مثلا لحد ما بقى عنده 70 سنة، ضيع على نفسه 10 سنين من ان هو يعمل حاجة، من ان هو يحقق حاجة كان نفسه فيها، يدوق طعم حلم كان نفسه فيه.
كلمة خلاص مدمرة، كلمة خلاص والله هي السوسة اللي بتدخل جوانا وتدمر لنا حياتنا. خليني أقول لكم مثل تاني، اللي هو من 3 أسابيع اللي بقول لكم عليه. أنا كنت في كورس وقابلت واحدة بنت جميلة اسمها إحسان، وأنا استأذنتها إن أنا أحكي القصة دي قبل ما أقولها. إحسان واحدة صاحبتي، هي صاحبة صاحبتي، فصاحبتي قالت لي هاجر اتكلمي معاها، انتي بتتكلمي عن حديث النفس وبتتكلمي ازاي الناس تكلم نفسها، وصاحبتي دي محتاجة، اللي هي إحسان، محتاجة ان حد يعلمها ازاي تكلم نفسها لان هي مدمرة نفسها خالص. انا قعدت معاها، كان في بريك الحمد لله، كان عندنا شوية وقت صغننين، فقعدت معاها قلت لها ليه بتكلمي نفسك وحش؟ قالت لي اول كلمة قالتها لي، قالت لي خلاص انا اتعودت على كده. اول كلمة قالتها لي، هو ده الباب اللي كان عامي عينها عن التغيير، هي ما كانتش شايفة انها ممكن تتغير. ليه؟ لان خلاص انا كده، انا بقيت كده. قلت لها لا، ليه بتقولي كده؟ طب وبعدين؟ طب افرض كمان 5 سنين، طب افرض كمان 10 سنين، طب لو انتي فضلتي تقولي خلاص، هل ده بيريحك؟ هل انتي كده مرتاحة؟ لا، لسه في امل، ولا لسه ممكن من دلوقتي تبدأي ان انتي تكلمي نفسك كويس. وبعدين قلت لها طب انتي لو واحده صاحبتك زعلانه وواحده صاحبتك موجوعه بتعملي معاها ايه؟ قالت لي ياه، ده انا بعمل وبعمل وبعمل. قلت لها طب ما تروحي تعملي مع نفسك الحاجات اللي بتعمليها مع صاحبتك، مش نفسك اولى بالحق ده عليكي؟ مش ولنفسك عليك حق؟ لقيتها مش مقتنعه قوي، اللي هو ماشي طيب. بعدين قلت لها بقى حاجه، ايه افتكرتها سبحان الله ربنا اللي الهمني ليها ساعتها. قلت لها انت عارفه الايه بتاعت قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ قالت لي عارفاها. وبعدين حسيت ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله؟ قلت لها انت عارفه ان من نوع من انواع دس النفس انك تكلمي نفسك وحش، انك تقولي لنفسك خلاص، انت تقولي نفسك هو كده بقى، هو انا كده، افضل الوم نفسي واعاتب نفسي واجلد نفسي وما اديش نفسي اي فرصه للتغيير، لان انا بقول لنفسي ان خلاص راحت عليا، انا مش هعرف اتغير، انا هفضل كده على طول. لقيتها بتقولي ده بجد، هو ده نوع من انواع دس النفس؟ قلت لها مش انتي لما تقولي لنفسك انا غلطانه، انا وحشه، انا كذا انا كذا انا كذا، مش ده نوع من انواع عدم تزكية النفس؟ قالت لي قلت لها اذا هو دس للنفس. انما لما انا ربنا خلقني انسان مكرم، لما احس بقيمتي واحس بوجودي واشجع نفسي، ولما اغلط اقوم نفسي وادعم نفسي واقوم نفسي وادعم، وهكذا وهكذا، يبقى ساعتها ده مش اسمه تزكية للنفس؟ قالت لي وبعدين لقيتها سبحان الله عينها نورت وقالت لي انا عمري ما جه في بالي الفكره دي قبل كده، انا عمري ما جه في بالي ان انا لما اكلم نفسي بالطريقه دي ولما اجلد نفسي دايما ان انا كده دس للنفس. قلت لها لا، ده فعلا نوع من انواع دس للنفس. وبعدين قالت لي طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا بتكلمني كتير كلام سلبي وانا بقيت اقوله لنفسي من غير ما احس. قلت لها طب يبقى الناس اللي حواليكي عليكي وانت كمان على نفسك، يعني بدل ما تهوني على نفسك وتشجعيها وتطبطبي عليها، بتروحي تزودي ألمك ألم زيادة. قالت لي لا صح عندك حق، طب هحاول والله وشكرا وخلاص، والموضوع خلص واتكلمنا وخلاص. وفضلت فاكراها ودعت لها وساعتها سالتها انت اسمك ايه؟ قالت لي اسمي احسان. قلت لها الله، اسمك جميل قوي يا احسان. طب ازاي احسان؟ كل واحد ليه يعني جزء نصيب من اسمه، طب ازاي انت اسمك احسان ومش بتحسني لنفسك؟ لا يا احسان، لازم تحسني لنفسك وتطبطبي على نفسك وتهوني على نفسك، وعمرك ابدا انسي كلمه خلاص راحت عليا، انسي الكلمه دي تماما، وابدأي حتى لو بكلمة بسيطة حلوة لنفسك دايما تقوليها لنفسك. قالت لي طيب ماشي. المهم بقى، انا خلاص قلت لها وتمام. وبعدين بقى بعد 3 أسابيع انا شفت البنت دي تاني، واول ما شفتها والله وشها متغير، والله وشها متغير وعينها متغيرة. قالت لي هاجر انا عملت اللي انتي قلتي عليه، انا نفس مشاكلي هي موجودة، انا مشاكلي هي موجودة، بس انا انتي مش متخيله انا بقيت مرتاحه قد ايه. وقالت لي بقى جملتين، والله يا جماعه انا قلت لها انا هقول نفس كلامك بالظبط من كتر ما هو ما جميل. قالت لي انا حاسه ان في ورده طلعت من قلب صخر، من قلب صخر كبير، الورده طلعت منه، يعني مع ان مشاكلي موجوده وكل حاجه موجوده ولكن انا بقيت مرتاحه. انتوا شايفين تشبيهها عامل ازاي؟ وقالت لي كمان انا حاسه ان كان في عاصفه كبيره قوي ومزعجه وبعدها بقى فيه هدوء، مع ان المشاكل موجوده. وهنا بقى في جمله بندرسها في العلاج النفسي اللي هي ايه الجمله دي؟ ان الواقع لا يمرض،
المشاكل اللي حوالينا مش بتجيب الأمراض النفسية، أمال إيه اللي بيجيب الأمراض النفسية؟ طريقة تفكيرنا، طريقة تلقينا للواقع اللي حصل ده هو اللي بيجيب لنا الأمراض. عشان كده جملتها حقيقية قوي 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 ومن قلبها قوي لما قالت لي وردة طلعت في قلب الصخر، ولما قالت لي بعد عاصفة كبيرة بقى فيه هدوء، ومشاكلي هي وكل التحديات اللي عندي هي بل وأنا مريت بظرف صعب جدا الأسبوع اللي فات أو الفترة اللي فاتت دي. فسبحان الله، وهي عملت إيه؟ هي غيرت حاجة واحدة بس، حاجة واحدة صغننة، طريقة كلامها لنفسها، هي دي الحاجة اللي غيرتها. فالتجربة دي فعلا كلامها لمسني وحسيته قوي قوي وحسيته حقيقي قوي، لأن أنا نفسي حصل معايا كده، أنا نفسي اللي بدأته مع نفسي. أنا إيه اللي خلاني أخد طريق حديث النفس بس، مع إني درست حاجات كتير قوي، بس أنا قلت كل الحاجات دي أنا هحطها في حتة حديث النفس، لأنه والله الحاجة دي انتوا مش متخيلين بتفرق ازاي. تخيل انت قاعد مع نفسك بتكلمها وحش، طب يعني اهرب من نفسي اروح على فين؟ انا قاعد مع نفسي بجلدها، انا قاعد رغم من مشاكلي وتحدياتي والصعوبات اللي حواليا كمان انا بقى محطط عليهم حد 24 ساعة فوق دماغي بيألمني بيعذبني بهرب منه. وكمان بقى فوق كل ده بقول لنفسي خلاص انا بقيت كده. اول كلمة تبطل تقولها لنفسك كلمة خلاص. كلمة خلاص دي امسحها من قاموس حديثك مع نفسك الداخلي تماما تماما. ما تقولش لنفسك خلاص راحت عليا، دي ابدا ابدا. دي اول حاجة. تاني حاجة، ابدأ ان انت تطبطب على نفسك وتهون عليها وتكلمها حلو. اديكوا شفتوا طريقة الكلام مع النفس فرقت ازاي هو مثال لسه حاصل اهو، وانا كمان مثال ليكم. فاللي هو لأ نكلم نفسنا حلو، نهون على نفسنا، نطبطب عليها. وانا بصراحة اخترت الموضوع ده، انا ولا كاتبة اي حاجة عن الحلقة بتاع النهاردة ولا محضرة اي حاجة، لان انا عندي ظروف صعبة جدا الاسبوع ده. ولكن قلت انا هفتح الكاميرا واتكلم واحكي الموقف واقول من قلبي، واللي يوصل وتبقى رسالة من قلبي ليكم كده على طول من غير تحضير ولا كلام ولا اي حاجة. ليه؟ لانه والله العظيم انا عارفة قد ايه الموضوع ده بيفرق، وانا عارفة ان سبحان الله انا بؤمن ان في كذا حاجة بتحصل كده ورا بعض بيبقى في رسائل من ربنا. فانا حاسه ان هو كل حاجه ورا بعض بتقول. الكومنت اللي جالي اللي هو لما قالت لي انا خلاص مش هقدر ان انا اكمل ولا اقدر ان انا اعمل حاجه، والرساله بتاعت البنت لما القصه بتاعت احسان لما جات لي قالت لي كده، وان انا نفسي وانا في الموقف ده انا عماله الظروف دي انا عماله اقول لنفسي لا لسه في امل، لا وعماله احط الامل في الناس اللي حواليا، ومش عايزه ابدا كلمه اليأس يدخل وان احنا نقول خلاص وان احنا نستسلم، لان عارفه ان دي بدايه الدمار، ودي السوسه اللي هتدخل تهد اي حاجه حلوه جوانا، وتدخل تهد احلامنا، تهد طموحنا، تهد اي رغبه جوانا نفسنا ان احنا نحققها. فحتى لو كان عمر اللي بيسمعني والله 60 70 80، لو فاضلك اسبوع بس في حياتك تعيشه، عيشه بالطعم اللي نفسك فيه، عيشه وانت بتعمل خطوات لحاجة انت عايزها. السر في الرحلة، والحلاوة والجمال في الرحلة. مش لازم بس اوصل للي انا عايزه وخلاص، استمتع حتى برحلة ان انا ماشي وبتحرك ناحية اللي انا عايزه. فياريت والله لو هنعمل حاجة في دي آخر فيديو في 2024، والأسبوع الجاي إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد في 2025. تعالوا ناخد عهد مع نفسنا إن احنا نبطل نحبط نفسنا بكلامنا السلبي، ونشيل من قاموسنا خالص كلمة خلاص مش هعرف، خلاص مش هقدر، خلاص راحت عليا، خلاص مش هينفع أعمل ده. نشيل كل ده من نفسنا، ومهما كان الألم اللي احنا حاسين بيه ومهما كان الصعب اللي جوانا نواجه ونكمل ونستمر ونطبطب على نفسنا ونكون أكبر داعم لينا. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير الأسبوع الجاي السنة الجاية في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.